السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في قناة ستاد الصوت الأول اللي كيواكبكم من قلب الأوراش الرياضية الكبرى في بلادنا. اليوم جيت نقربكم من آخر الأشغال بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط. ندخلوا في الموضوع. من قلب ملعب مولاي الحسن بالرباط تتواصل أشغال تهيئة الأرضية بخطى ثابتة، حيث شرعت الفرق التقنية في وضع الطبقة الثانية من الرمل الأسود فوق الطبقة الأولى من الرمل الأبيض اللي جرى تسويتها بدقة خلال الأيام الماضية. هذه المرحلة تشكل خطوة محورية ضمن سلسلة تجهيزات الأرضية قبل استقبال العشب الطبيعي. المشهد داخل الملعب يعكس تنسيقا احترافيا بين الفرق، حيث تفرش الطبقة الجديدة بعناية فائقة لتأمين قاعدة متماسكة ومتوازنة تساعد على تصريف المياه وضمان راحة اللاعبين فوق أرضية مستقرة. استعمال الرمل الأسود في هذه المرحلة يعد من المعايير المعتمدة لتقوية قاعدة العشب وتحقيق الانسجام بين مختلف الطبقات. الورش يتحرك بإيقاع مدروس والعيون تترقب الوصول إلى الخطوة المنتظرة، الشروع في فرش العشب الطبيعي. ومع هذه الوتيرة المنظمة يبدو أن الملعب في طريقه للتحول إلى أرضية بمعايير حديثة تستجيب لتطلعات الأندية والمنافسات المقبلة. كما وصلت أشغال تركيب الكراسي إلى محطتها النهائية، حيث تعمل الفرق المختصة على وضع اللمسات الأخيرة على المدرجات. الأجواء داخل الورش توحي بتركيز كبير، والعمال يوزعون الكراسي بدقة مع الحرص على تموضعها في خطوط متناسقة تضمن رؤية مثالية للجمهور من مختلف الزوايا. وقد شملت هذه المرحلة تركيب كراسي ذات جودة عالية تم انتقائها بعناية لتوفير الراحة والمتانة، مع اعتماد تدرجات لونية تعزز من جمالية المدرجات وتمنح الملعب هوية بصرية مميزة. في بعض القطاعات يجرى تثبيت آخر المقاعد وربطها بالهياكل المعدنية، في حين تجرى مراجعة تقنية شاملة لضمان التثبيت المحكم وسلامة الاستخدام. وتترافق هذه الأعمال مع عمليات تنظيف شاملة وإزالة المخلفات من المدرجات، في مشهد يوحي بأن الملعب يتهيأ لاستقبال العشب على الأرضية والجماهير في المدرجات. هذه المراحل الدقيقة تؤكد أن مشروع التجديد شارف على نهايته، وأن اللمسة الجمالية أصبحت حاضرة بقوة، ما يعكس الجاهزية المتقدمة لهذا الفضاء الرياضي قبيل العودة الرسمية للأنشطة الكروية. كما دخلت الأشغال مرحلة دقيقة ومفصلية تمثلت في تثبيت الهيكل الفولاذي فوق المدرجات. هذا الهيكل اللي صمم بدقة هندسية عالية يشكل العمود الفقري لسقف الملعب المستقبلي، وقد تم تركيبه بعناية كبيرة لضمان التوازن والمتانة في مواجهة العوامل المناخية. عملية التثبيت جرت باستخدام معدات متطورة وبإشراف فرق تقنية متخصصة ساعت لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة. وتمتد هذه الأشغال لتغطي الجناح الجنوبي كمرحلة أولى، على أن تتواصل بوتيرة متسارعة لباقي الجهات في أفق استكمال المشروع في أقرب الآجال. وتعكس هذه الخطوة الإرادة القوية لتأهيل البنية التحتية بالعاصمة وجعل ملعب مولاي الحسن مرفقا حديثا يستجيب لمتطلبات التظاهرات الوطنية والدولية. كان وصلنا لنهاية الفيديو. إلى عجبك المحتوى ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وشكرا، نتلاقاو في فيديو جديد.